اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا معانا النهاردة غدوة أو عشوة، هو كان عشاء صراحة، ما كنتش طبخت الغدا في اليوم ده فعملت لهم حاجة سريعة كده للعشاء. بصوا ما فيش أسرع من كده. هنعمل مع بعض أكلة سريعة، نسمي الله الأول ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، أهم حاجة اللايك. بصوا معايا معلقة من السمنة وشوية من الزيت. الصينية دي فيها بطاطساية متقطعة مكعبات، وبصلاية متقطعة مكعبات، وحبايتين طماطم او 3 حبات كده صغيرين بشرتهم على المبشرة وحشت الجشر منهم. كمان فلفلاية حمراء رومي، وفلفلاية خضراء رومي، وفلفلاية حارة، وحوالي 5 فصوص من الثوم فرمتهم ناعم. نزلنا بكل الخضار ده في الحلة على السمنة والزيت. هنديله تشويحة مع بعضه كده، يعني نشوحه تشويحة حلوة. وبعد كده هضيف له معلقة او معلقتين كبار من الصلصة اللي عاملينها مع بعض في البيت، ما شاء الله عليها تحفة. هناخد كل الخضار مع الصلصة والطماطم ده نديله تشويحة شوية، وبعد كده هنضيف عليه التوابل. يعني بصوا حاجة مفيش اسرع من كده. التوابل بتاعتي معايا مكعب مرق، علشان مفيش شوربة هنزودها مية مش هنزودها شوربة. الاول هننزل بالمكرونة كيسين، بقى كيس 3 على حسب عدد اسرتك او على حسب الكمية اللي انت حابة تعمليها. انا عملت كيسين، نزلت بيهم على الخضار، البصل والطماطم والبطاطس والفلفل والثوم والصلصة، وكل ده نزلت بالمكرونة وهنديها تجليبة بتشويحة كده مع الخضار والطماطم. وبعد كده هننزل عليها التوابل تاخد معاها تشويح. التوابل بتاعتنا مكعب مرق، ربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، يعني حاجة بسيطة خالص، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الأسمر، معلقة من السبع بهارات صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، ودي ممكن تستغني عنها لو مش حباها. والملح، وما تكتريش ملح علشان المرقة بتكون مملحة شوية. نزلت بالتوابل دي مع الملح واديتهم تجليبة زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنضيف عليها مية مغلية. عندك شوربة ضيفي شوربة هتكون اطعم طبعا، بس انا ضفت مية مغلية، مش عندي شوربة استخدمت مية مغلية. أكلة سهلة وسريعة وبسيطة وما بتاخدش وقت، وكمان جميلة طعمها حلو جدا. جربوها وهتعرفوا ان هي حلوة، وان شاء الله هتفضلوا تعملوها على طول. هسيبها على النار بس كده، كل دقيقة بديها تجليبة كده تشرب كلها من بعضها، تشرب المكرونة من طعم الصلصة والخضار. وبعد كده نزلت عليها المية المغلية، ما تكتريش مية علشان الخضار ده بنزل ميته، كمان فيها الصلصة والخضار ده بنزل مية، البصل والفلفل، فما تكتريش مية. يعني خلي جعدها قليل شوية عن الجعد المكرونة العادي، يعني اللي هي ما فيهاش خضار ولا فيها اي حاجة. هديها تجليبة وهديها كمان شوية مية صغيرين خالص، وهغطي عليها. واول ما هتغلي هحطها على العين الصغيرة على سهاري صغير، نار صغيرة بسيطة خالص كده، وهنسيبها لحد ما تستوي وياكلوها بألف هنا وعافية. يعني انا في الطبيعي ما بنطبخش للعشاء، بس علشان في اليوم ده ما طبخناش للغدا، فعملتها لهم المغرب كده. بعد المغرب اكلوها حاجة بسيطة، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني مفلفلة ومستوية وجميلة، والبطاطس مستوية وكل حاجة فيها مستوية. هنغرفها زي ما انتم شايفينها كده. وكمان عملت معاها، بصوا البطاطس مستوية ما شاء الله عليها، وطعمها حلو، كمان بتشرب من طعم المكرونة كده، والخضار بيكون طعمها حلو. واكلة متكاملة مش محتاجة معاها اي حاجة، بس برضو احنا مش هنسيبها كده. حمرنا معاها طبق بطاطس وطبق مخلل، وكمان عملنا طبقين سلطة، وسلقنا بيض زي ما انتم شايفين كده. انا ما بتعشاش، ما باكلش بالليل خالص، فعملت البيض كل واحد بيضة ليهم. زي ما انتم شايفين الفيديو بتاعنا كده.